السلام عليكم. كلنا بيكون غرضنا من التربية البيتي حاجتين اتنين، اما اننا نربي طيور تكون صحية ومذاقها طيب لان بنأكلها اكل بيتي صحي نضيف وتشيل لحم وفي الاخر تكون للذبيح، اما بنربيها عشان برضو تبقى في النهاية منتجة انتاج البيض، اما للاكل او انتاج البيض يكون فيه نسبة تخصيب عالية عشان نكون عندنا اكتفاء ذاتي من الطيور بتاعتنا. ما نحاولش ان احنا نشتري في الغلا اللي احنا شايفينه ده. عاوزه اقول لحضراتكم ان ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك لحضراتكم ويبارك ليا. انا عندي الطيور عشان بتعامل بحاجات انا هقولها لحضراتكم النهارده بتديني انتاج بيض عالي جدا. يعني بعض الطيور بسمع ان عند الناس ممكن تبيض 5 و6 و7 و10 بيضات اقصى حاجه. انا عندي الطيور ممكن الحاجة الواحدة، البطة، الفرخة، الوزة، تديني ما شاء الله كمية من البيض مرضية جدا، وده بفضل ربنا وحاجات بسيطة خالص أنا بعملها. عاوز أقول لحضراتكم أسعار الطيور في الوقت الحالي غالية جدا فوق ما أي حد ممكن يتصور. البطة ممكن تبقى عمرها أسبوع أو 15 يوم بيبيعوها ب80 جنيه، طالعة من البيضة حوالي عن 30 جنيه. طب احنا ليه كمربيين ما نحاولش ان احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي؟ ليه ما نحاولش ان احنا نتعامل مع الطيور بطريقة صح ويكون عندي اكتفاء ذاتي؟ سيبكوا بقى من اي كلام بيتقال، العلف الرخيص ومش عارفة اجيب ايه، كل ده كلام بصراحة. يعني انا شايفة ان هو كلام يعني فيه نوع، انا ما احبش ان انا اكون الحد اللي بنتقد الاخرين، بس اكون الحد اللي ممكن يوصل المعلومة بما يرضي الله. تربي طيور عشان في الاخر تكون معاك حاجة كويسة، لازم تكلف الطيور ولازم تهتم بيها في العلف. مفيش حاجة بتبقى بدون اساس وفي الاخر بتكون معاك كويسة. الناس اللي بتعتمد ان هي تربي بلا اساس، صدقوني لما الطيور تكبر عندكم حتى لو جيتم تذبحوها او ان انتم تعملوها لاستهلاك الاكل، مش بيكون لحمها اطيب وبيكون يعني مثلا انا ممكن عندي البطة توصل 5 و6 كيلو، ممكن عند حضرتك توصل 3 كيلو بس، ممكن توصل 2 كيلو بس، ممكن كمان ما توصلش كده. كل الفروقات دي بتبقى حاجات بسيطة جدا لما بنعملها هتكون احسن حاجة. ويا ريت الناس ما تجريش ورا الحاجات اللي كلها سراب. رب طيورك بطريقة صح، ما تكترش الكمية لو انت يعني مش حابب ده. بس في الاول وفي الاخر حابة اقول لكم ان هي بتبقى حاجات بسيطة خالص بتفرق فعلا في التربية. زي ما حضراتكم شايفين انا بجيب البط من عمر يوم، وبصراحة بفضل ربنا انا بعمل عندي اكتفاء ذاتي، ما بربيش اي نوع من انواع الطيور غير الطيور اللي انا عارفة فيما بعد هتديني انتاج البيض وكمان ترقد عليه وتدينا. انا عندي هنا الفراخ الهند هي بتبيض وبترقد وبتطلع لي عندي كتاكيت. عندي البط الشرشيري من افضل انواع البط اللي انا ربيتها بصراحة، اللي بتدي انتاج بيض كويس جدا وفترة قليلة. عندي البط الشرشيري بيض عندي على اقل من 4 شهور، وعندي نسبة التخصيب عالية جدا. برقد البيض ده وكمان بيديني كفاءة من الإنتاج، والبط عالية جدا. البط الشرشير أهوت ما شاء الله فيه عندي عمره لا يتعدى ال4 شهور، أقل من 4 شهور، وبيضه في نسبة تخصيب عندي عالية جدا. عندي برضو اللي هو الفراخ الرومي برضو بتبيض وبترقد على البيض وبتكون عندي منتجة. عندي ما شاء الله ربنا يبارك لحضراتكم وليا. عندي البط السوداني، انا قدرت ان انا اهجن بين السوداني، كان عندي سلالات من البط السوداني. كلنا طبعا عارفين البط السوداني ما بيشيلش، يعني الذكورة اللي دايما بتشيل اللحم لكن النتاية بتكون مش احسن حاجة. حاولت ان انا اهجن بين السوداني وبين البط اللي هو الشرشيري او البط الابيض عشان برضو يكون عندي كفاءة عالية من البط يكون حجمه كبير اللي حضراتكم شايفينه ده. عمره بالظبط 2 ونص، 2 ونص تبارك الرحمن. انتاجه يعني حاجة كويسة جدا. انا بعمل كل ده بحاجات بسيطة خالص، وفي نفس الوقت برضو عشان يبقى عندي اكتفاء ذاتي اقدر اتعايش مع الغلاء اللي الناس شايفاه ده كله. بيطلع عندي انتاج للبيض برقده، وكمان بطلع عندي كتاكيت من انواع الطيور اللي حضراتكم شفتوها ديت، ببيع منها وبجيب علف عشان اقدر اصرف على الطيور بتاعتي.
كل اللي انا بعمله من عمري يوم باكل الطيور بتاعتي بطريقة صح. ممكن اديها اللي هو الحت اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، والحت بصراحة من الحاجات الكويسة جدا. بجيب الحت ده اللي هو بيكون الرز المدغدغ، او ممكن اجيب عندي الحت او عندي العلف. بحط الحت على العلف من سن يوم لحد اقل حاجة 3 شهور و4 شهور، وكمان احيانا 6 شهور على حسب نوعية الطيور اللي عندي. يعني مثلا احنا عندنا الوز استحالة انا اكله او ادخله اي نوع من انواع الاكل قبل 6 شهور، لان احنا عارفين ان الوز من الحاجات اللي بتفضل معمرة وبتبيض. عندي اي نوع من انواع الطيور اللي بتبيض وبتطلع عندك انتاج ما تأكلهاش علف اقل من 6 شهور. ملحوظة هنا مهمة، انا بقول العلف للطيور اللي هي البط، الوز، الفراخ، الحاجات دي. اما الحمام ما ينفعش خالص ان انا اأكلها علف، العلف بيأذي الكبد عند الحمام. خلاص الوز انا بديله من سن يوم لحد 6 شهور، لمجرد ان انا الوز عندي بيقعد عندي سنين طويلة ما شاء الله، الاعمار بيد الله. بس بعمل اللي عليا عشان لما يكون عندي فيه انتاج ما يبقاش عندي اي نوع من انواع الكلسم. البط السوداني ما باكلوش علف اقل من 4 شهور، عشان لما يبقى يجي يبيض البط السوداني بالذات لما بيبقى عنده اي نوع من انواع النقص للاسف بياكل في بعضه. اما البط الشرشيري باكله مش اقل من شهرين علف. لو انا حابة بعد كده اجنس منه او اعمل منه خليط، يعني حضراتكم شايفين ده بط شرشيري مع بط سوداني عشان احسن السلالات اللي موجودة عندي. لو حابة البط الشرشيري يكون ليه غرض الذبيح وبس، ممكن على فكرة 15 يوم بس، وممكن اقل كمان اكل علف وبعد كده اديله اي نوع من انواع الاكل عندي في البيت. الحاجات دي مهمة جدا جدا، بدائيات بسيطة بس صدقوني بتفرق معاكم في الانتاج فيما بعد بشكل غير طبيعي. يعني حضرتك لما تكون عاوز تربي طيور للانتاج لازم تأكلها كويس جدا. اللي حضراتكم شايفينه ده بط عمره، يعني في بط وفي وز ما شاء الله تبارك الرحمن 4 شهور، وشايفين الاوزان يعني حاجة كده، ربنا يبارك لحضراتكم وليا. كل اللي انا بعمله بقى بعد كده، باجي بعد ما باكل المراحل العمرية من العلف، ببدأ ان انا لازما ادي جرعة ديدان. ولما باجي ادي جرعة ديدان بديها بعد حوالي يعني بالظبط الطيور عندي بتكون كملت ال6 شهور. ليه انا بختار ال6 شهور؟ ال6 شهور بتكون الى حد ما اكتملت النمو. ال6 شهور بعدها ببدأ ان انا على حسب نوعية البط، فيه نوع بط ممكن يتذبح على الشهرين ونص، ده ممكن ادي جرعة الديدان على ال50 يوم زي مثلا البط الشرشيلي. لكن البط السوداني بدي جرعة الديدان بعد ال4 شهور او بعد 3 شهور ونص. بالنسبة للوز ممكن ندي جرعة الديدان بعد 6 شهور على حسب ما انا عاوزاها لايه، يعني على حسب ما هتربيه مثلا للانتاج ولا عاوزه تربيه للحم. هتربي للحم او للانتاج الاتنين لازم اعمل فيهم اللي انا هقوله ده. بعد فترة لما تلاقي الريش بتاع الجناح، الريش اهو زي ما حضراتكم شايفين حصل الجناح، ببدأ ان انا اشد الريش ده. شد الريش ده بينفعني في حاجات كتيرة. اول حاجة بيجدد الخلايا عند الطيور بتاعتي، وغير ان هو بيجدد الخلايا بيخلي هرمونات الجسم تبقى نشطة لأي حاجة حضرتك مستعد ليها. لو حضرتك مثلا عاوز الطيور دي تشيل لحم بتبقى الهرمونات نشطة جدا لانها تشيل اللحم. لو حضرتك عاوز الطيور تبقى منتجة بتبقى برضو الهرمونات نشطة جدا للانتاج. وزمان يعني اهالينا كانوا بالفطرة بيعملوها، وكانوا فاهمين ان هم بيعملوا كده عشان الخلايا تتجدد على فكرة. وسبحان الله يعني من غير دراسة ومن غير اي حاجة كانوا بيعملوا كده. بشد الريش، وبعد ما بشد الريش بدي جرعة للديدان. جرعة الديدان لما اجي اديها لازم طيور وتكون صحية، مفيش فيها الا مثلا
الاخراج بتاعهم ما يكونش متغير خالص، ما يكونش فيه اي نوع من انواع التعب، ما يكونش عندهم برد، ما يكونش عندهم اي حاجة من انواع التعب وخلاص. المهم الطيور بتاعتي تكون كويسة وصحتها حلوة، لان لو اديت انا جرعة الديدان والطيور عندي تعبانة للاسف هتعمل عندي انتكاسة وممكن تؤدي لخسائر جامدة جدا. خلاص انا بجيب البندكس البشري من الصيدلية، بجيب البندكس البشري بدي 2 قرص على رتل من المية، تكون الطيور بتاعتي جعانة جدا وعطشانة جدا اكلها، وبعد كده احط القرصين في المية وما احطش المية قدامهم غير لما اتأكد ان الدواء داب تماما في المية. بعد ما بحط الدواء عندي في المية بحط قرصين من البندكس لمدة 3 ايام، يعني كل يوم اجيب رتل مية احط فيه قرصين من البندكس لحد 3 ايام، وبعد ال3 ايام بريح 14 يوم. لو حضرتك من الناس اللي بتنسى لازم تأيد 14 يوم. بعد ال14 يوم للأسف بيرجع الديدان يتكون تاني. انا قبل ما يتكون عندي في بطن الطيور بتاعتي ديدان تاني بلحق البيض اللي هو كان موجود اصلا، او لو في بقايا من الديدان وارجع ادي جرعة من الديدان بسرعة تاني، برضو نفس الجرعة 2 قرص لمدة 3 ايام. انا كده اديت جرعتين من الديدان بين كل فترة وفترة 14 يوم. كده بطن الوز او البط او الفراخ او اي طيور ايا ما كانت عندي بدأت تبقى نظيفة، مفيش فيها اي انواع من الخلل. البطن النظيفة عند الطيور لو حضرتك هتسيبهم يربوا عنقود بيض ما شاء الله يديك عنقود بيض كبير، لان انت حشت اي حاجة في الامعاء ممكن تعرقل عملية تكوين عنقود البيض. لو حضرتك هتربي للحم حوشت اي حاجة برضو ممكن تاكل تغذية للطيور عندك، اقل اكل هتديه للطيور هيديك انتاج لحم اكتر من الرائع. خلاص كده انا عملت ده. ببدأ احاول افصل البط بتاعي، البط اللي هو للانتاج اكله غير تماما البط اللي هو بيكون للتربية. بط الانتاج بيبقى له اكل لازم يكون فيه نسبة الدهون قليلة جدا، لازم نحط له نسبة دهون عشان خلايا جسمه تكون مكونة بطريقة صح. لكن البط اللي بيكون للأكل بيكون لازم نديله حاجات تسمن وزنه. طبعا الفيديو خلص من قبل ما اكمل انا هدي ايه عشان التسمين، بس ان شاء الله الفيديو اللي جاي ده هقول لحضراتكم ايه افضل انواع الاكلات، واتمنى الناس اللي تسمع الفيديو تسمعه للنهاية وتسمع الفيديو التاني. فانا هكتب يعني 1 وهكتب 2 على الفيديو عشان الناس تكون عندها علم. اديت جرعة الديدان، هقول لحضراتكم بإذن الرحمن الفيديو اللي جاي ايه افضل الاكلات اللي انا لازم اديها للطيور بتاعتي.